الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر، وابتعث محمدا إلى أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحذر. لا يغيب عن سمعه وبصره دبيب النمل في الليل إذا سرى، يسمع أنين المضطر ويرى. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى، وابتعث نوحا فابتنى الفلك وسرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى، ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورى. وأصلي وأسلم على رسول الله سيد الناس عربا وعجما المبعوث في أم القرى، فصلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا. وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وبذل النفس وصاحبه في الدار والغار بلا مرى. وعلى عمر الذي أغص كسرى وقيصر بالريق وما ونى. وعلى عثمان مجهز جيش العسرة زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، حيته الشهادة فقال مرحبا. وعلى علي أسد الشرى ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. وعلى جميع الأهل والآل والأتباع والأصحاب ما تعاقب صبح وسما. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدا. يا رب صل على النبي المصطفى ما كوكب في الجو قابل كوكبا. يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه أيضا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإني مع حضراتكم اليوم لأتناول قصة هي أعظم القصص على الإطلاق. إنها قصة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ما أن تمر السنة ويأتي العام تلو العام، وتأتي علينا مثل هذه الأيام، وبالأخص هذا الشهر الكريم، إلا ويستحضر الإنسان هذا المشهد العظيم وهذا الحدث الجلل الذي وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت. حدث عظيم على إثره تغير وجه التاريخ، تغير وجه العالم بعد هذا الحدث، ألا وهو هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. دروس وعبر من هجرة سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لعل كثيرا منا يظن أن الهجرة قد وقعت في الشهر الأول من السنة الهجرية، شهر الله المحرم، لكن الذي يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعلم أن الهجرة قد وقعت في أواخر الشهر الثاني، وهو شهر صفر، وبالأخص أوائل الشهر الثالث، وهو شهر ربيع الأول. أعيروني القلوب والأسماع، فإني في هذا المقام أتحدث عن سيد الناس صلى وسلم عليه رب الناس. وحتى لا ينسحب بساط الوقت، فلي مع هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 4 وقفات. الوقفة الأولى دار الندوة، الوقفة الثانية ويمكرون ويمكر الله، الوقفة الثالثة رسول الله حيا أو ميتا، الوقفة الأخيرة لله درك يا أم معبد. أعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا المجلس من أمتع المجالس، لأن الحديث فيه عن سيد الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام. دار الندوة في يوم الخميس 26 من شهر صفر للعام 14 من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توافد وجهاء وأعيان القبائل المكية إلى مكان يتشاورون فيه في شؤون دينهم ودنياهم، كان يعرف يومها بدار الندوة. وقبل أن يبدأ هذا الاجتماع، إذا بأهل مكة يرون على باب الدار رجلا ذو هيئة كبيرة. قالوا: من الرجل؟ قال: أنا رجل من أهل نجد، سمعت بالذي تواعدتم له، فقلت أحضر ما تقولون
عسى ألا تعدموا مني رأيا ونصحا. وقد كان هذا الرجل ذو الهيئة الكبيرة إبليس لعنه الله، وأن لإبليس ألا يحضر اجتماعا كهذا الاجتماع، فإن هذا هو أخطر اجتماع عرفته البشرية على الإطلاق. لقد اجتمع أهل مكة ليتشاوروا في كيفية التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد مكث بين أظهرهم 14 سنة يدعوهم إلى الله، يبشرهم بالجنة وينذرهم من النار، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. آمن به من آمن وكفر به من كفر، واشتد الإيذاء ممن كفر بالذين آمنوا فهاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية، ثم كان منهم أن هاجروا إلى المدينة سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مكث الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن له بالهجرة، فأهل مكة اجتمعوا ليتشاوروا في كيفية التعامل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد حضر إبليس بشحمه ولحمه، وبدأ الاجتماع، وبدأت الاقتراحات تتوالى. قدم الاقتراح الأول، قدمه رجل من أعيان أهل مكة هو أبو البختري بن هشام، قال إن لي فيه رأيا، وهو يقصد التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إن لي فيه رأيا. قالوا وما الرأي؟ قال أرى أن ننفيه خارج البلاد. كان هذا هو المقترح الأول، وكان مفاده نفي الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد تصور هذا الرجل أنهم إن نفوا النبي صلى الله عليه وسلم ستحل المشكلة بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. ويعترض إبليس ذو الهيئة الكبيرة فيقول والله ما هذا لكم برأيي. قالوا لما يا أخ العرب؟ قال إبليس وهو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقنع أهل مكة أن نفيه لن يحل المشكلة. قال إبليس لقد عرفتم حسن منطقه وحلاوة حديثه وتأثر القلوب والعقول به إن تكلم، عسى أن ينزل على حي من أحياء العرب فيؤمنوا به ثم يقاتلوكم. تلك هي كلمات إبليس في حق النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. استطاع إبليس أن يقنع أهل مكة أن النفي لن يحل المشكلة، واستطاع أن يقنعهم بكلماته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد حق في مثل هذه الكلمات أن يقال فيها قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يوم أن حدثه أبو هريرة بآية الكرسي وأنه تحفظه من الليل إلى النهار، فقال صلى الله عليه وسلم معقبا على كلام إبليس صدقك وهو الكذوب، فإن إبليس في هذا الموطن قد صدق وهو الكذوب. يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم لقد عرفتم حسن منطقه وإنه لأحسن الناس منطقا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فمن أحسن منطقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد عرفتم حسن منطقه وحلاوة حديثه. إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أحلى الحديث، لهو أجمل الحديث. بل إن إبليس يزيد من هذا الوصف فيقول لقد عرفتم حسن منطقه وحلاوة حديثه وتأثر القلوب والعقول به إن تحدث، ولقد صدق وهو الكذوب. فما أن يستمع المسلم لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ويجد القلب لينا، إلا ويجد العقل منقادا. يا ليت المسلمين اليوم، يا ليت المسلمات اليوم، يا ليت كل المسلمين والمسلمات يعون تلكم الكلمات التي خرجت من فم أعرف الناس برسول الله. إبليس لعنه الله إن لديه رصيدا هائلا في الصد عن سبيل الله، ويعرف مقومات نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال هذه الكلمات في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ليصرف أهل مكة عن هذا المقترح. وأمام اعتراض إبليس رفض هذا المقترح. قدم اقتراح ثاني، قدمه رجل من أعيان أهل مكة وهو أبو الأسود، قال إن لي فيه رأيا.
قالوا وما الرأي؟ قال أرى أن نضرب دونه بابا ونوثقه بالحديد وننتظر ما يحل به كما حل بالشعراء من قبله. كان هذا هو المقترح الثاني، وكان مفاده حبس الرسول عليه الصلاة والسلام. أرى أن نضرب دونه بابا ونوثقه بالحديد وننتظر ما يحل به كما حل بالشعراء من قبله. ويعترض إبليس للمرة الثانية فيقول والله ما هذا لكم برأيي. قالوا ولم يا أخ العرب؟ قال عسى أن يخرج صوته من وراء الباب فلن يحجبه شيء فيسمعه أصحابه فيكاثروكم ثم ينزعونه من بين أيديكم ثم يقاتلوكم. وللمرة الثانية يصدق إبليس وهو الكذوب، يجتهد أشد الاجتهاد أن يقنع أهل مكة أن حبس النبي صلى الله عليه وسلم لن يحل المشكلة. ولم يا إبليس؟ قال كلماته هذه: عسى أن يخرج صوته من وراء الباب فلن يحجبه شيء. نعم والله إن كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم مهما فعل الكافرون، مهما نافق المنافقون، مهما اجتهد الزنادقة عبر الزمان والمكان، ما استطاعوا أن يحجبوها، لأنه كلام الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. لقد كان إبليس يعي طبيعة المعركة بين الحق والباطل، لذا رفض النفي ثم رفض الحبس، لأنه كان يعلم أن هذا الصوت لن يستطيع أحد أن يوقفه ولن يستطيع أحد أن يحجبه. عسى أن يخرج صوته من وراء الباب فلن يحجبه شيء. وأمام اعتراض إبليس يرفض هذا المقترح الثاني ويقدم المقترح الثالث. قدمه رجل قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوما: هذا فرعون هذه الأمة، هذا طاغية هذه الأمة. كان يقال له أبو الحكم بن هشام، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي جهل بن هشام. قال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا وما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا وسيطا نسيبا فينا فيجتمعون عليه فيضربونه ضربة رجل واحد فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا قومهم جميعا فيتفرق دمه في القبائل فيرضون بالدية فنوديه لهم. وهنا يقوم إبليس ذاك الذي اعترض على المقترح الأول والثاني فيقول: والله إنه لهو الرأي. أبا جهل يقترح وإبليس يصدق على المقترح. لقد نفذ إبليس إلى ما يريد، ألا وهو قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. كان هذا هو مفاد مقترح أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا وسيطا نسيبا فينا. إنه يختار زهرة شباب مكة، يختار أقواهم أوسطهم أشرفهم أنسبهم. أرى أن نأخذ من كل قبيلة، أي أن الجميع يشترك في هذه الجريمة، شابا جلدا أي قويا وسيطا نسيبا فينا فيجتمعون عليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. كلمات قالها أبو جهل منذ 1400 عام لا زال مفعولها ساريا إلى اليوم، يقوم بها أعداء المسلمين. لقد كانوا يواجهون الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يواجهون الإسلام يومها ممثلا في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان هذا هو المقترح الذي قاله فرعون هذه الأمة وطاغيتها الأكبر، وصدق عليها الشيطان الأكبر إبليس أنهم يجتمعون على الإسلام وأهله، يجتمعون عليه فيضربونه ضربة رجل واحد
فيتفرق دمه في القبائل. إنها إحدى دلائل نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم أن يصف حالنا فيقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. إن هذا لهو مقترح أبو جهل من 1400 عام. إن دار الندوة التي انعقدت يومها لا زالت منعقدة على حالها، يجتمع فيها الكفار والمنافقون يريدون أن يدمروا هذا الدين. ووالله ليس بعيدا أن يحضر هذه الاجتماعات إبليس بشحمه وبلحمه. نفذ إبليس إلى ما يريد، ألا وهو قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. صدق إبليس على هذا، وانفض هذا الاجتماع على أن ينفذوا ذاك المخطط الأثيم بعد منتصف ليلة الجمعة 27 من شهر صفر للعام 14 من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتنزل القرآن يحكي لنا ما دار في هذا اليوم وما دار في هذا الاجتماع في آية واحدة من كتاب الله في سورة الأنفال. يقول الله عز وجل فيها: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. أليست هذه الاقتراحات الثلاثة التي قدمت في هذا اليوم؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وذلك هو صدر هذه الآية. أما بقية هذه الآية فهي وقفتنا الثانية من دروس وعبر من هجرة سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالها الله عز وجل تعقيبا على مكر هؤلاء القوم: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على الفور بعد أن ينفض هذا الاجتماع ليخبره بما قال ويفعل أهل مكة، يخبره بأمرهم بالتفصيل، ثم يأمره أمرا مباشرا من رب العزة، ألا وهو: إن الله يأمرك أن تهاجر من مكة إلى المدينة. وعلى الفور يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب، يذهب إلى بيت صاحبه أبي بكر الصديق في نحر الظهيرة، في ساعة لا يتحرك فيها أحد من شدة الحر، في ساعة لا يأتي الناس بعضهم البعض فيها. تراه أسماء بنت أبي بكر فتخبر أباها، فيفزع أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: لماذا جئت في غير مقدم يا رسول الله؟ لماذا جئت في ساعة لا يذهب الناس فيها إلى بعضهم البعض؟ فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: يا أبا بكر أخرج علي من عندك، إني أريد أن أحدثك حديثا لا يسمعه أحد. فقال أبو بكر: إنما هم بناتك أسماء وعائشة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمرني أن أخرج من مكة إلى المدينة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، أي أكون صاحبك في الهجرة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فاندفع أبو بكر يبكي. تقول عائشة: والله ما كنت أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. إنه يبكي فرحا، يبكي فرحا لأنه سيكون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وحق له أن يبكي، وحق لنا اليوم والله أن نبكي فرحا لأننا من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لئن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بجسده، فإننا اليوم نصحبه بهديه وسنته على أمل أن نصحبه في الدار الآخرة عند الله. فاللهم ارزقنا مرافقة نبيك الكريم يا رب العالمين. قام أبو بكر يعد لهذه الرحلة، جهز راحلتين، راحلة له وراحلة للرسول عليه الصلاة والسلام. كلف ابنته أسماء أن تصنع الطعام، وكلف مولاه أن يصنع الشراب، وكلف ابنه عبد الله أن يجمع الأخبار فيذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. البيت بأسره في سبيل الله، الوالد والبنت والولد والعبد والحيوان
الجميع يريد أن يخدم الإسلام والمسلمين. ومضى يوم الخميس يوما عاديا، لا يشعر أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بمكرهم، وهذا مقتضى قول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لعل بعضا من المسلمين إذا قرأ أو سمع هذه الآية يجد في نفسه شيئا يستحي أن يسأل عنه، ألا وهو أنه قد استقر في أنفسنا وعقولنا وقلوبنا أن المكر صفة ذم، فكيف أن الله عز وجل يصف نفسه به؟ وإنك إذا قرأت القرآن وتعلمت سنة النبي عليه الصلاة والسلام علمت أن المكر معناه التدبير في الخفاء. التدبير في الخفاء هذا هو المكر، والله عز وجل يدبر في الخفاء بالكافرين ويدبر في الخفاء للمؤمنين، وهذا صفة مدح لله عز وجل تأتي في سياق مكر الله بالكافرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكر الله بهم أنهم لا يعلمون أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وهذا من جهلهم. مكر الله عز وجل بهم أن الله عز وجل يعطيهم من الإمكانيات ما تؤهلهم لكي يحاربوا المسلمين، ثم يهزمهم في لحظة واحدة. الله عز وجل يقول في كتابه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا مكر الله بالكافرين، هذا مكر الله بالمنافقين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم، أي يعطيه من الوقت، يعطيه من المال، يعطيه من السلطان والجاه، يعطيه من الأموال. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل، وهذا من مكر الله بالكافرين. لذا كان النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول في دعائه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. فاللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان ميعاد هذا المخطط الأثيم بعد منتصف ليلة الجمعة 27 من شهر صفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ثم يقوم فيتوجه إلى المسجد الحرام يصلي حتى الفجر. اجتمع الشبان من أهل مكة يشهرون سيوفهم يحيطون بباب دار رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من نومه ثم يأمر ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه وأن يسجى ببردته، أن يغطى بلحاف الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل هذا من الأخذ بالأسباب الذي يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتصور شاب في مقتبل عمره، في 20 من عمره، ينام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن السيوف قد تقطعه إربا، لكنه الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنها التضحية والفداء. كان لسان حاله يومها: نفسي دون نفسك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. قام الرسول صلى الله عليه وسلم من نومه وأخذ حفنة من التراب ثم ألقاها فقال: شاهت الوجوه، غبرت هذه الوجوه، فنزل التراب على رؤوس القوم فطأطأوا رؤوسهم وخنعوا وذلوا للرسول صلى الله عليه وسلم. ويفتح باب بيته ويخرج من بين أيديهم سالما غانما عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. القرآن يتنزل عليه: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
مضى سالما غانما، الجميع يطأطئ رأسه لهيبته وجلاله صلى الله عليه وسلم، ولم يذهب إلى البيت الحرام، بل ذهب إلى بيت صاحبه أبي بكر الصديق. وقبل أن يبزغ الفجر يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من باب خلفي لبيت أبي بكر، ولا يذهب مباشرة إلى المدينة، يذهب إلى الغار ليستقر فيه صلى الله عليه وسلم 3 أيام بليالهم: الجمعة 27 من شهر صفر، السبت 28 من شهر صفر، الأحد 29 من شهر صفر. ثم يخرج صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، اليوم الأول من ربيع الأول للعام الأول من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليستقر في المدينة في يوم الاثنين 8 من ربيع الأول للعام الأول من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل مكة لا زالوا أمام دار الرسول صلى الله عليه وسلم، يمر بهم رجل فيقول: ما شأنكم؟ ما خبركم؟ قالوا: ننتظر محمدا، ونحن نقول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فقال: والله لقد خسئتم وخبتم، لقد مر من بين أظهركم، لقد لاقيته في بعض طرق مكة. ففزعوا ونظروا من صير الباب من فتحة كانت فيه، فرأوا شخصا نائما مسجا ببردة الرسول صلى الله عليه وسلم، فظنوه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهدأوا وطال بهم المقام، ولم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام. كسروا باب بيته ودخلوا عليه ونزعوا ذاك الفراش ليفاجئوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ضربوه، حبسوه، سألوه: أين محمد؟ قال: لا أدري. قالوا: أين محمد؟ قال: لا أدري. فجن جنونهم، فزعوا في كل مكان يبحثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فرقة منهم بقيادة أبي جهل ذهبت إلى بيت أبي بكر الصديق وطرقت عليه باب بيته، وفتحت أسماء بنت أبي بكر فسألها أبو جهل: أين أبوك؟ قالت: لا أدري أين أبي. قال: أين أبوك؟ قالت: لا أدري أين أبي. فلطمها الفاجر لطمة على وجهها سقط من شدة اللطمة قرطها. في ذات الله يا ذات النطقين، فقد تربيت في ظل الإسلام صغيرة، وترعرعت ونشأت فيه كبيرة، ووفيت بكل ما تملكين. فرقة أخرى من هؤلاء استطاعوا أن يصلوا إلى ذاك الغار الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. طاشت الأسباب وتلاحت. أبو بكر الصديق يقف في جوف الغار يخاف على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو ألقى أحدهم طرف بصره إلى أخمص قدمه لرأى الرسول عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، وهذا يعني أنهم على باب الغار. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يهدئ أبا بكر فيقول لها: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. لقد كان في ذاك الجبل أشد ثباتا منه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والله إنه لدرس عظيم يعلمنا إياه النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن العبد يجب عليه أن يأخذ بالأسباب، بل أن يجتهد في الأخذ بالأسباب. وإذا فعل هذا فليس عليه إلا أن يتوكل على الله. لقد اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالأسباب أشد الاجتهاد، فعل كل شيء، لم يترك ثغرة إلا أغلقها. ومع هذا تلاشت هذه الأسباب، طاحت هذه الأسباب كلها، ووصل بعض الكفار إلى مكان الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يكن حينها إلا أن يظهر التوكل على الله في أعلى درجاته. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، إن الله عز وجل قد يبتلي الفئة المؤمنة، قد يبتلي المسلمين بأنواع من البلايا. أتدري لماذا؟
ليستخرج الله عز وجل منا معاني العبودية له. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بهؤلاء القوم يريدون قتله، يريدون أن يبيدوا دعوته، فماذا كان من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ بالأسباب؟ وهذا واجبنا اليوم، أن نأخذ بكل سبب يقوي الإسلام والمسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذه بالأسباب هذا درس لنا. وفي ذات الوقت خرجت معاني العبودية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت موجودة دائما. الله عز وجل يبتلينا ليستخرج منا الدعاء له، التوكل عليه، التضرع إليه، اللجأ له. والله إنا لنتعجب من أنفسنا ومن المسلمين اليوم، ما أن يبتلينا الله عز وجل بأنواع من البلايا وترى بعدا عن الله، بعدا عن كتاب الله، بعدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم نعود إلى دين الله اليوم فمتى نعود؟ الله عز وجل يبتلينا لنرجع إليه، لنعود إليه. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل مكة لم يدروا ماذا يصنعون، جن جنونهم، لم يكن منهم إلا أن أخذوا قرارا لا يقل خطورة عن القرار الأول، ألا وهو رسول الله حيا أو ميتا. وضع أهل مكة جائزة قدرها 200 ناقة. لمن يا ترى؟ لمن هذه الجائزة؟ أتدري لمن؟ لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. 200 ناقة، نعم 200 ناقة. الناقة في زمانهم كالسيارة في زماننا، والناقة الجيدة في زمانهم كالسيارة الفارهة في زماننا. فلك أن تتصور أن أحدا منا سينال جائزة قدرها 200 سيارة فارهة، أسطولا من السيارات. لمن يا ترى؟ لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. في بيئة كبيئة العرب هذه، أقصى ما يملكه الإنسان فيها فرسا أو ناقة واحدة. جن جنون فرسانهم، انطلقوا في كل مكان يبحثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أتوا من كل حدب وصوب، الجميع يريد أن ينال جائزة أهل مكة. لكن الله عز وجل قال لنا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لم يستطع أحد من هؤلاء الفرسان أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فارس واحد استطاع أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. دعونا نأخذ الكلام من فمه بعد أن أكرمه الله بالإسلام. يقص علينا ما دار في هذا اليوم، وهو الصحابي الجليل سراقة بن مالك المدلجي. يقول سراقة: كنت جالسا في قومي إذ أتى علينا آت يقول: هذا السواد الذي أراه بالساحل أظنهم محمدا وصحبه. كان سراقة بن مالك من قبيلة تعرف بتقفي الأثر، وكانت بيوتهم على ساحل البحر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الطريق الطبيعي إلى المدينة، بل أخذ أقصى الجنوب مع أقصى الغرب ليأخذ طريق الساحل. فهذا الذي جاء إلى قوم سراقة رأى أناسا يتحركون على ساحل البحر من شدة الحر، يرى كأنه سواد، لكنه لا يستطيع أن يحدد من هؤلاء، فيسأل سراقة ومن معه ليسترشد. يقول سراقة: بينما أنا جالس في قومي إذ أتى علينا آت يقول: هذا السواد الذي أراه بالساحل أظنهم محمدا وصحبه. فقال سراقة: فقلت: لا إنما هم فلان وفلان مروا بنا منذ ساعة. سراقة يضلله لينال هو الجائزة. قال سراقة: ثم انسللت من مجلس قومي فأتيت امرأتي فأخذت فرسي ورمحي وسهمي وقوسي، ثم انطلقت حتى أني خفضت بهم الأرض، أي أنه تدارى عن العيون حتى لا يراه أحد. قال سراقة: ثم انطلقت فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن وأبو بكر بين يديه يكثر الالتفات. الدنيا تضطرب من حوله، الجميع يبحث عنه، لكنه هادئ النفس مطمئنا يتلو كتاب الله عز وجل، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
أبو بكر صاحبه صديق هذه الأمة كان يكثر الالتفات، أي أنه يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف عليه، يحميه، يفتيه. في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر: لم تفعل هكذا؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن يكن هناك مكروه فليصيبني دونك، فإنما أنا فرد وإنما أنت أمة. عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ورضي الله عن الصاحب الصديق أبي بكر الصديق. يقول سراقة: فأدركته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وأبو بكر بين يديه يكثر الالتفات، فنزعت سهمي ووضعته في كبد قوسي ثم صوبته تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله ما أن صوبته، أي ما أن وجهته، حتى ساخت أقدام فرسي في الأرض فانكفأت عنها. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال سراقة: فقمت فوضعت سهمي في كبد قوسي ثم صوبته، ووالله ما أن صوبته حتى ساخت أقدام فرسي ثانية فانكفأت عنها، فتركت فرسي ووقفت على قدمي ووضعت سهمي في كبد قوسي ثم صوبته، ووالله ما أن صوبته حتى على غبار بين السماء والأرض فلم أر شيئا، فعلمت أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فألقيت سهمي وقوسي ثم ناديت بالأمان فجئته فقدمت إليه الطعام والشراب وأخبرته بما قال ويفعل أهل مكة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا الفارس البطل خرج يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والآن صار خادما للرسول عليه الصلاة والسلام، يقدم الطعام والشراب ويقدم الأخبار والمعلومات، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال سراقة: ثم انطلقت فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينادي علي فيقول: يا سراقة يا سراقة. قال: فالتفت فإذا به يقول لي: كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى ونعلي؟ قال سراقة: فقلت: كسرى بن هرمز عظيم فارس. ظن سراقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن كسرى آخر، أنا ذلك الأعرابي الذي لا أملك شيئا سألبس سواري كسرى ونعليه. قال سراقة: فقلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم كسرى بن هرمز. قال سراقة: فقلت: فلتكتب لي كتاب أمان. قال: اكتب يا أبا بكر. ومضت الأعوام وأسلم سراقة بن مالك في العام 8 من هجرة رسول الله، عام فتح مكة. وجاء العام 10 ومات الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية 11. ثم جاءت خلافة أبي بكر ومات في 13. ثم جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي خلافته في 15 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم افتتح أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم البلاد لينشروا هذا الدين في ربوع الدنيا. وكان من هذه البلاد التي فتحت على أيديهم بلاد فارس، بلاد كسرى عظيم فارس. وكان على رأس هذه الجيوش سراقة بن مالك المدلجي، وجيء بكنوزها ونفائسها وحيزت في سبيل الله. جاءت إلى عمر بن الخطاب ووضعت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر ينادي على الناس: الصلاة جامعة. فاكتظ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس، الجميع يريد أن ينال حظه من هذه النفائس. ويصعد عمر بن الخطاب على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الجميع يرقبه، الجميع ينتظر نصيبه وقسمته. فإذا بعمر بن الخطاب قبل أن يقسمها إذا به يقول: أين سراقة بن مالك؟ أين سراقة بن مالك؟ قال: ها أنا يا أمير المؤمنين. فأخرج عمر سواري كسرى ونعليه وألبسهم لسراقة بن مالك وهو يقول: صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى ونعليه؟
لم تمض 15 عاما حتى تحققت هذه الكلمات التي خرجت من فم الرسول عليه الصلاة والسلام. عباد الله، شباب المسلمين، إننا نقرأ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم، ونشهد فيها مثل هذه المشاهد العظيمة التي تكسب الإنسان الإيمان واليقين بالله. إن كثيرا من شباب المسلمين اليوم قد تزعزعت ثقتهم في رب العالمين وضعف إيمانهم بوعد الله، وإنا هنا لنبشرهم ونبشر أنفسنا، وإننا نرى ما يحدث للمسلمين في كل مكان، لكننا لم نفقد الإيمان بالله. الله عز وجل وعد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد، وهذا الوعد لن يتخلف. إن الله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا وعد الله لنا، لكن الله عز وجل ربط هذا الوعد بشرط لم نحققه نحن اليوم: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أتظن أن هذا النصر سيتنزل وأحوال شباب أمتنا كما نرى؟ أنا أظن أن هذا النصر سيتنزل وأحوال فتيات المسلمين كما نرى. أنا أظن أن هذا النصر وهذا الوعد سيتحقق وأحوال رجالنا ونسائنا كما نرى. لا والله، الله عز وجل وعد، لكن وعده هذا مرتبط بشرط، فإن حققنا الشرط حقق الله لنا الوعد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها أمام عيني، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. هذا وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، فإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك هو واجبنا وسنرى أثارها والله. تلك هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، دروس وعبر، ولا زال الحديث بقية في الخطبة الثانية بمشيئة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، دروس وعبر من هجرة سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الوقفة الأخيرة: لله درك يا أم معبد. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق بين مكة والمدينة مر على خيمة لامرأة من أصول العرب اسمها أم معبد الخزاعية. كانت امرأة كريمة لا يمر بها أحد إلا أكرمته. حينما مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم سألها عن شيء تعطيهم إياه من الطعام والشراب، فاعتذرت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن السنة شهباء والشاة عازب، أي أننا في سنة فيها جدب لا نجد فيها شيئا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في الخيمة فوجد فيها غنمة هزيلة تخلفت عن المسير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن شئت، إن وجدت فيها لبنا. فأتاها الرسول صلى الله عليه وسلم فمسح على ضرعها ثم سمى الله، فانفج الضرع باللبن. نادى بالإناء فملأه، ثم ملأ إناء، ثم ثالثا، فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم شرب من معه، ثم ترك بقية لأم معبد ثم مضى. أتى زوجها فوجد اللبن في خيمته، فسأل زوجته: من أين هذا والشاة عازب؟ قد خلفها الجهل. قالت: والله لقد مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. فقال الرجل لزوجته: ألا فلتصفيه لي يا أم معبد. فقامت تلكم المرأة العربية الأصيلة
لتصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأجل وصف يسمعه الإنسان، فقالت: واسمع ما قالت. وتلك امرأة تصف رجل. لقد سمعنا كثيرا عن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، أما وأنها قد ركزت على صفاته الخلقية والخلقية أيضا. قالت في سياق وصفها للرسول عليه الصلاة والسلام، قالت أم معبد: ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، أبهى الناس وأحلاهم من قريب، وأحسن الناس وأجملهم من بعيد، ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، حلو المنطق، كأن منطقه خرزات نظم يتحضر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، لهم رفقاء يحفون به، إذا أمر ابتدوا أمره، وإذا قال استمعوا لقوله، محفوظ محشود، لا عابس ولا مفند. نعم، إنها امرأة عربية أصيلة تتكلم الفصحى بدون جهد ولا تعب. تصف الرسول صلى الله عليه وسلم في أدق أشياء لديه، فاسمع إليها وهي تقول: ظاهر الوضاء، أي أنك حينما ترى وجهه ترى نورا، وإن لم يكن هكذا رسول الله فمن هو؟ ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، أي وجهه يشع نورا، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. الثجلة هي كبر الرأس، والصعلة هي كبر البطن. لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أنحاء جسده فيه وسامة وقسم، سواء في رأسه، سواء في بطنه، سواء في وجهه. ثم تؤكد فتقول: في عينيه دعج، وهي شدة سواد العين في شدة بياضها، وهو أحلى منظر يراه الإنسان. في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، والأشفار هي الجفون، أي أنها بها نوع طول يسير. في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وهي البحة، تلك الذي يسمعه الإنسان للخيل، فيضرب به المثل يقال صهيل الخيل، ذاك النشيج الذي يسمعه الإنسان حينما تقوم الخيل بهذا النداء. في صوته صهل، وفي عنقه سطع، أي طول وبريق، أحور أكحل أزج أقرن. تصف جزءا آخر تقول عنه أنه أحور، وهي من الحور العين، ذلك شدة سواد العين مع شدة بياضها. أحور أكحل أزج أقرن، أي أن كأن حاجبيه متصلتين وليست بمتصلتين. أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء. تصف الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك تراه أمام عينك، ولم تقف عند هذا الحد، بل استكملت فقالت: أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسن الناس وأحلاهم من قريب. ثم تنتقل إلى موطن آخر تصف فيه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فتقول: حلو المنطق، لا هزر ولا نذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحضرن، كأنك ترى عقدا قد نظم أمام عينك. حلو المنطق، لا هذر ولا نذر،
كأن منطقه طرازات نظم يتحدر. ثم تقول في حديثها ربعة، أي لا طويل ولا قصير، ربعة لا تقحمه عين عن قصر ولا تشنأه من طول، لا تعيبه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. ثم تتكلم عن أبي بكر ومن معه، له رفقاء يحفون به، إذا أمر ابتدروا أمره، وإذا قال استمعوا قوله، محفود محشود لا عابس ولا مفند. فلله درك يا أم معبد، وهي تصف لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. دروس وعبر من هجرة سيد البشر، إنها أقولها لنفسي ولشباب المسلمين، بدل أن نستمتع بفلان وعلان، بدل أن نحفظ شعر وحاجب وعين ذلك المغني وذلك اللاعب وذاك ذاك وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. إنك إذا تعرفت عليه أكثر أحببته أكثر. إني لا أتألم في نفسي اليوم أن يعرف شباب المسلمين الكفر والفجر والمنافقون، يعرفون الزناه والدعاء، أهل المجال، أهل الخلاعة، يعرفهم شباب المسلمون معرفة جيدة، بل يتابعون أدق تفاصيل حياتهم. تملأهم وسائل الإعلام بأن فلانة فعل وفلان قد فعل، أدق التفاصيل يعرفها شباب المسلمين اليوم وفتيات المسلمين. وإذا سألناهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان وجهه، كيف كان شعره، كيف كان صدره، كيف كانت يده، كيف كان قدمه، لا يعرفون شيئا. أيصح هذا منا؟ أيجوز هذا لنا شباب المسلمين؟ لا والله. ذاك درس من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنك كلما تعرفت عليه كلما ازداد الحب في قلبك، كلما تمنيت أن تلقاه يوم القيامة. اللهم إنا نسألك رفقة نبيك الكريم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، واعف عنا فإنك علينا قادر، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا وارحم أموات المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.